سوق الانتقالات يشتعل من جديد. توتنهام يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون، وليفربول يواجه عقبة كبيرة في صفقة ديوماندي. نادي توتنهام يستعد لتقديم عرض رسمي لضم نجم كريستال بالاس الشاب آدم وارتون صاحب 22 عاماً. أما ليفربول فقد قوبل عرضه البالغ 87 مليون جنيه استرليني لضم الإيفواري يان ديوماندي بالرفض، حيث يطالب لايبزيغ ب113 مليوناً. بايرن ميونخ يسعى لتجديد عقد الفرنسي مايكل أوليسي بعقد ضخم وسط اهتمام من ريال مدريد وليفربول. فولهام فشل في ضم المدافع النيجيري تشيبوكي نوايو، بينما يتنافس إيفرتون وتوتنهام وإبسويتش على المهاجم كارل إيتا يونغ. ومع اقتراب الموسم الجديد يبدو أن الأسابيع المقبلة ستشهد صفقات مدوية قد تغير ملامح كرة القدم الأوروبية بالكامل.